بابا عبده بابا، بابا عبده بابا. مش ممكن ضمير انسان يطوع يعمل كده في ابوه. انت ايه يا اخي؟ قلبك حجر، انت ظالم. بكره تعرف ان انا صح وانه لازم يدخل المستشفى علشان يستريح. عطيات عطيات، انا همنعك يا ماجد، انا بتحداك وبابا عبده مش هيخرج من البيت. سوزي اذا كنت باقي على الشعرايه الصغيره اللي فاضله بينا ارجوك ما تتدخليش في الموضوع ده خالص. عطيات عطيات. ايوه يا بيه. البيت كبير فين؟ وانا مالي يا بيه؟ والله ما شفت حاجه ولا قال لي حاجه وهو خارج. انت بتقولي ايه؟ ايه الحكايه؟ البيت كبير خرج من الصبح بدري ومعاه شنطه هدوم، ولما شفت طلب مني ما اقولش لحد وحلفني يا بيه. سامحني يا رب. روحي شوفي شغلك يا عطيات. مبسوط؟ الراجل من نفسه ساب لك البيت ومشي. ساب البيت؟ مشي. بابا عبده ساب البيت ومشي يا ماجد. استني بس وانا عاجز مش هعرف الحق بنفسي. وبعدين معاك بقى يا سي بابا، اشمعنى يعني زمان كنت بتسيبني الحها لك؟ زمان كنت خفيفه، انت دلوقتي اتنين في بعض. وعندك واحد شاي ميزه معتبر لعمي وعم كل الناس. الحمد لله على السلامه يا عمي. الله يسلمك. عليا النعمه، اول ما الجيران ادوني خبر في الورشه انك هنا رحت خاطف العربيه وجري، بقيت اسوق شويه وانزل اسابق العربيه شويه، كان نفسي اغمض وافتح الاقي نفسي هنا. كان لازم اجي هنا من زمان. بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي يا عم، لان انا زعلان من حضرتك ومسيري بقى اتعاتب معاك واكيد هتنصفني وتاخد لي حقي منك. ده برضه وقت الكلام ده يا سي محمود، زمان بابا جعان، يلا بينا نجهز له الغدا. تعالي هنا، انت هتزغطيني زي البط، انت مش لسه مفطراني من ساعه؟ اصلي بصراحه بقى يا بابا فرحانه قوي قوي قوي، ونفسي اعمل اي حاجه بس مش عارفه اعمل ايه. استنوا، ايه ده؟ ايه؟ الله، جبتوا المكنه دي من امتى؟ عفاف يا عم حكمت رايها تجيبها علشان هدوم المولود. ومين اللي بيقعد عليها؟ انا يا بابا. تجننتي؟ ازاي تعملي كده وانت في الشهر السابع؟ وانت يا مجنون انت، ازاي توافقها مش عارف ان ده فيه خطوره عليها؟ بصراحه بقى يا عمي، عفاف ما ورثتش عن حضرتك غير الدماغ الناشف. تكسرها لها ما دام في مصلحتها، ما انتش قادر تكسرها لها، انده لي انا وانا اكسرها لها. مفيش وعد على المكنه دي بعد كده ابدا. بابا ولا كلمه، محدش هيخيط هدوم المولود ده غيري انا. صفاء، انت ليه قاعده ساكته؟ من ساعه ما قعدنا ما اتكلمتش كلمتين على بعض، مع ان اول مره شفتك فيها كنت بتتكلمي وبتضحكي ومفرفشه على الاخر. استاذ حمدي، حضرتك ناسي ان دي تالت مره نشوف فيها بعض؟ اولا بلاش حضرتك وسيادتك دي، انا حمدي بس. مش معنى انا بقول لك يا صفاء ومش من دلوقتي، من اول مره شفتك فيها. مش معقول من اول مره. صدقيني يا صفاء، انا مش متسرع، انا بقالي 10 سنين ارمل. فكرت في الجواز اكتر من مره، كنت خايف هتجوز مين، هنفهم بعض، هنكون سعداء مع بعض، وفي كل مره كنت بتراجع وما كملش. ده نفس اللي كان بيحصل. فاكره يا صفاء اول مره شفتك فيها؟ لما كنا خارجين من السينما انا وعفاف ومحمود، وقابلناك وسلمنا عليك واصريت لازم تعزمنا على حاجه ساقعه. ساعة ما محمود قدمني ليكي ومسكت ايديكي علشان اسلم عليكي، حسيت باحساس غريب عمري ما شعرت بيه قبل كده. ما تستغربيش، انا مش ببالغ، حسيت بالامان. استاذ حمدي، ده وانا في الروايات انت كنت بتسلم عليا لاول مره. احساس غريب ما كنتش عارف افسره، وفضل مسيطر عليا لغايه ما رحت لمحمود تاني يوم عشان اساله عليكي. ولما حكالي عن ظروفك ما كنتش مصدق نفسي، وبقيت اقول يمكن تكون هي الاسم والنصيب. انا شايفه ان حضرتك انسان رومانسي خالص، وزي ما انت شايف اتنين في ظروفنا المفروض ان العلاقه اللي بينهم تتبني على اساس عقلاني اكتر. انا معاكي وده الاساس، بس ده ما يتعارضش مع العواطف والاحاسيس. يعني لو الانسان اللي انجذبت ليها من اول لحظه عقلي بياكد لي انها هي، ده بيخلي مشاعري ملهاش حدود. استاذ حمدي، حضرتك بتتكلم كانك تلميذ في الجامعه، مش
مش كبير وابتدى شعره يشيب. صدقيني يا صفاء، اللي زي ممكن يحب اكتر من الشبان الصغيرين. الواحد كل ما يكبر بيحس انه محتاج يحب ويتحب. على فكرة دي اكبر مغالطة، انهم متصورين الحب قاصر على سن ال20، مع ان في السن ده الشاب يبقى مغرور بشبابه وقوته، مشغول بنفسه، مش فاضي لحد. انت ما تتكلميش ليه؟ لسه يبقى انا اتكلم لوحدي. لا ابدا، اصل ما تعودتش انك تقولي كل اللي جواكي فعلا. عشان كده بتنزلي ستارة على عواطفك وبتدعي انك تقيلة وما بتفهميش في الحاجات دي. بس انا فعلا كده ما بدعيش. بس عينيكي بتقول غير كده. عينيكي مشحونة بالعواطف والاحاسيس اللي نفسها تطلع. حمدي. عينينا حمدي. انا حاليا قاعد عند عفاف والحمد لله مبسوط ومستريح خالص. ها، اطمنتي على بابا عبده يا ايناس؟ الحمد لله. سامعك وانت بتقولي الحمد لله. عفاف تمر الان امامي وانا بسجل لكم هذا الحديث وماشيه زي المحمل، بطنها قدامها مترين، والظاهر الواد عتريس متغذي كويس وهينزل دبدوب. انت يا واد يا عمرو يا حبيبي بتاكل كويس ولا لا؟ كويس يا جد. علي صوتك وسمعني بتقول ايه. كويس يا جد. اخيرا لا ينقصني غير وجودكم معايا، وربنا يرجعكم بالسلامه. مساء الخير. بابا جده جه في شريته وبيسلم عليك. الله يسلمك يا حبيبي. اطلع انت العب دلوقتي. عاطف، بابا عبده بعت تسجيل معنويات لما راحت تسلم عليه. اول ما وصلت النهارده المعهد الصبح اديتهولي. تحب تسمعه؟ دمه خفيف، بموت فيه. مالك يا عاطف؟ الشركة بعتت لي تلكس النهارده عايزيني ارجع مصر فورا. ترجع؟ في خلافات بينهم وبين الشركة الأجنبية المشتركة معاهم في تنفيذ مشروع الإسكان حوالين التقرير اللي أنا قدمته واللي اعتمده مجلس الإدارة. ايوه بس انت قلت لي انك بذلت فيه مجهود. وأتحدى لو لقيوا أي خبير يكتبه بالدقة والتمحيص ده 50 فلوس كاب. 50 فلوس كاب استعرضت فيهم جميع نظريات الهندسة الإنشائية. أنا مش فاهم بس الخلاف على إيه؟ طب وهو من حق الشركة الأجنبية التدخل في أسلوب الشغل؟ أيوة يا ستي من حقهم. العقد اللي بينهم وبين بعض اداها الحق ده. طب هتعمل ايه؟ مش عارف. انا يا ايناس مش جاي لغايه هنا علشان اكون مجرد مرافق. انا قايل لك ان انا وصلت لشبه اتفاق مع الشركه اللي هنا ان انا هشتغل معاهم، بس لسه ما وصلناش لتحديد بنود العقد. وبعدين في نفس الوقت انا وصلت في الشركه في مصر المركز لا يمكن التضحيه بيه. خلاص يا عاطف، سافر اذا كنت شايف مصلحتك هناك اكتر. ما انا عايز اخد رايك في حاجه. انا بقول اروح بكره الصبح اقابل الراجل رئيس مجلس اداره الشركه اللي هنا واحاول اتفاهم معاه في بنود العقد، جايز نوصل لاتفاق ونمضي العقد. وبعدين اخد يومين 3 كده انزلهم مصر، اروح اتفاهم مع الشركه هناك واشوف ايه حكايه التقرير واحاول اوصل لحل يريح جميع الاطراف. ايه رايك في الفكره دي؟ مش كويسه؟ غلط يا عاطف، انت لازم ترسيلك على بره، تشوف مصلحتك فين اكتر، تحددها وتركز عليها. حدد ايه بس واركز على ايه؟ دلوقتي ما دام المشكله قدامي كده بمسك العصايه من الوسط. ايناس يا حبيبتي، الحياه اتعقدت وبقت صعبه. الانسان مطالب امام نفسه دلوقتي انه لازم يدعم نفسه ماديا ما دام بيشتغل بشكل مشروع. ايه رايك؟ ما هي يمكن تضرب معانا لفوق وممكن تقع لتحت. الله 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 الله، ايه التشاؤم الانساني ده؟ ما تقدم الخير افضل. وكمان يقدر يمشي على السلك ولا احسن باليد شوف السلك وكمان يجنن بالذمه. مش بابا عبده يجنن؟ ها ايه رايك؟ الله ايه مالك يا عفاف؟ تعبانه قوي يا بابا، تعبانه. ايه ده؟ تكونيش ناويه تعمليها وتولدي في السبع؟ يا ريت على الاقل اخلص من تعب شهرين. ايوه السلام عليكم. اهلا يا صفاء. اهلا كمان الحبايب مره واحده. يا سوزي. سوزي هتتهوس على عمها ومجرجراني وراها عشان تطمن عليه.
وحشتيني يا سوزي. لا يا بابا عبده لا، انا مستاهلش منك كده ابدا، تسيبني من غير حتى خبر. انا عملت حاجه ضايقتك في حاجه؟ اعوذ بالله، ده انت في منزله عفاف بنتي. طب ليه سبت البيت بعد ما اتعودت على وجودك؟ انت عارفه ان الجو ده ما كانش جوي ولا الحياه حياتي. انا ضغطت على نفسي وجيت عندكم علشان خاطرك انت بس، لكن انا خلاص اطمنت عليكي بعد ما حطيت رجلك على اول الطريق. ده انت علمتني حاجات كتير ما اتعلمتهاش من حد ابدا، علمتني الحياه الحقيقيه. يا سبحان الله، هو انت مدرسة متنقلة ما تعتقش حد ابدا الا لازم تعلمه؟ بابا عبده انا محتاجه لك جنبي قوي. خلاص اديك عرفت عنوان البيت، اول ما تلاقي نفسك زهقانه تعالى على هنا على طول، ولا يهمك من ماجد ده خالص. ايه يا عيني يا صفاء، ايه مالك؟ تعبانه قوي. اديني نمره الدكتور اتصل لك بيه ولا اكلم ماجد؟ اطلب ماجد يا بابا عبده. ما تتخضيش قوي كده، اصل ابوها مدلعها فبتنتهز الفرصه وتدلع عليها. تعبانه قوي يا صفاء، تعبانه يا بابا. انا متاكد انها هتولد في السابع. يلا بقى خلينا نفرح ونهيص. وانت هيهمك ايه؟ اتولد ابن 7 علشان يطلع حمقي وعصبي، وانا اللي تطلع بقى عينيا في تربيته. طب هستأذن انا بقى سعادة البيه عشان اروح لعبد الحميد افندي اطمنه. تاني عبد الحميد افندي؟ كل المصايب اللي حصلت لي من عبد الحميد افندي. مالي ايدك قوي من خضير يا سي فتحي، اهو طلع صاحب عبد الحميد. وانا مالي قلت لي دور لي على واحد يشيل قضيه، هو ده اللي لقيته. بس انتوا هتخانقوا قدامي ولا ايه؟ على رأي المثل يا بيه، ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم وهم بيتخانقوا. انت تنكدم خالص. خليك معايا انا يا سيد رفعت. ايه رايك في التسجيل اللي سمعته ده؟ ما عادش فيها بقى راي يا سعاده البيت، انا تحت امرك. وانت يا سيد فتحي لسه مصمم انك بريء؟ انا شخصيا جربت السجن، الدور والباقي على المستجدين. ايه يا رفعت؟ ما خلاص لبسنا الاساور الميري. طب امشي انا بقى سعادة البيه عشان الحق مواعيد الشركة. ومستعجل على ايه يا خضير؟ هتقف على باب مين؟ اذا كان البهوات اللي هتقف على بابهم مشرفين عندنا هنا. دقيقة واحدة هنفتح محضر ونسمع اقوالك واقوال البهوات، قصدي اعتراف البهوات. عندك حق، مش قادر توريني وشك من كسوفك. بابا مرتاح عند سوزي شايفة كل طلبات بابا ومش مخليه محتاج حاجة، ولما هو كده طفش منها ليه؟ انت ما بتردش ليه؟ ما ترد يا بيه. ارجوك يا ديدي، انا حالتي النفسية وحشة جدا ومكتئب. حالتك النفسية اللي وحشة ولا مش لاقي كلام ترد عليا بيه؟ اعتبريني مش لاقي كلام ارد بيه عليك وسيبيني لوحدي دلوقتي. هو انا ماسكة فيك وعمال اصرخ واقول عايزة من ده؟ وبعدين بقى اللهم طولك يا روح. اخواتي مريحين بابا، اهو لف ورجع مرجوعه للميكانيكي قاعد عنده. انت يا ست انت بتقولي شكل للبيع؟ بصراحة عايزين ارد عليكي؟ لو تقدر. بابا كان عنده حق لانك ظالمه، ما بتعرفيش ربنا، ما رعيتيش انه راجل كبير ومسؤول مننا، وربنا هيحاسبك على كل اللي عملتيه فيه. انا يا رافع؟ ايوه انت اللي ما هنتهوش على نومه، سممت اكله، سويت نهاره قبل ليله. انا يا رافع؟ ايوه انت. استحملتك وجيت عليه، رضيتك وزعلته وقلت يمكن ده يخليكي تتهدي وينصلح حالك، ومفيش فايده، لسانك متبر منك ما بيبطلش تلطيش ابدا. انت بتشتمني يا رافع؟ ايوه بشتمك، كاتم في قلبي وضغط على اعصابي لما دم اتحرق. سليمان زميلنا جاله شلل من زعله ما تجيش ربع 900 زعله اللي بتزعلهم لي في اليوم. والله ما بقيناش عاجبين البيت من يومك وانت مش عجباني ومستحمل. ايوه لازم افضفض، هي موتة ولا اكتر. الراجل اتشل عشان كتم في نفسه. مفيش حد يستحملك ولا يستحمل رزايتك طول السنين دي كلها. انت فاكرني هفضل ساكته؟ ولكن مش هسمح لك بكلمه واحده، كلمه زياده مفيش غير انفصال، فاهمه؟ عن اذنك. ومفيش عن اذنك كمان. انا رايح لبابا عند عفاف ومحمود الميكانيكي.
معقول؟ ريحني يا رأفت يا ابني، قول لي في ايه؟ يا ابني شغلتني، طمني. مفيش يا بابا، حسيت اني محتاج حضنك، محتاج تاخدني بين ايديك زي زمان. من انا يا حبيبي، خليك في حضني، بس قول لي في ايه اللي مزعلك؟ انا خلاص يا بابا مش زعلان مني. من جهة زعلان انا زعلان يا رأفت، زعلان من الطريق اللي انت سلكته في حياتك، لكن انا ابوك، ومهما اتغير قلب الاب لو شاف ابنه في ازمة مش ممكن يتخلى عنه. قول لي بقى في ايه؟ النهارده يا بابا اتهزيت هزة العمر، هزة وقفتني استعرض كل اللي فات من حياتي وافكر في اللي جاي. فجأة كده من غير سبب؟ سليمان زميلنا في الجرنان حضرتك عارفه، شفته مرة عندي في البيت وهو واقف وسطنا، فجأة وقع من طوله مشلول في ثانية واحدة يا بابا قدام عينيا. للدرجة دي الإنسان ضعيف، للدرجة دي الدنيا ما بتستاهلش الواحد يبكي عليها. اكتشفت ده متأخر قوي يا رأفت. حسيت فجأة إن الشهرة والمجد والفلوس كل دول ما يساووش لحظة واحدة يترمي فيها الواحد رمية سليمان. واللي حصل لسليمان صاحبك ده حصل كده من غير سبب؟ لا يا بابا، كان راجع من الشغل لقى بيته على البلاط، مراته سابت البيت وشالت العفش معاه. انت بتخانق مع عديد يا رأفت. ايوه يا بابا. هو ده اللي مأزمك. تعالي يا حبيبتي. عفاف، انت مش عايزه تقعدي معايا ليه؟ ده انا ضيفك في بيتك يا عفاف. صحيح انا جيت متأخر لكن اديني جيت اهو. انا شفت عربيه الاستاذ رأفت تحت، معقول الاستاذ بنفسه ضيف عندنا؟ محمود انا اسف اذا كنت. ما تكملش يا رأفت، ده احنا اخوات يا راجل. راجل يا ابو حنفي، راجل يا ولد. بابا الحقني يا محمود. مالك يا عفاف؟ بابا اروح اشوف لها دكتور ولا حاجه؟ يا بابا. انا قلت هيطلع ابن 7 عشان تطلع عينيا في تربيته. وهي دنيا ودايرة ببابا عبده، وهي عيشة وأيام بيعدوا، وساعات الدنيا بتهده وساعات بتبوسه على خده. بابا عبده، بابا عبده، بابا عبده، دنيا ولا صندوق الدنيا، فيها ناس ألماس ناس ألمونيا، ومثل عليا ومثل دنيا، وناس ياخدوا وناس يدوا ما ياخدوا.